6 عادات دينية هتغير حياتك إن شاء الله. لكن خلينا في البداية ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أول عادة صديقي إنك تقرأ سورة الإخلاص يوميا 10 مرات، ولو قرأتها يوميا 10 مرات ربنا عز وجل هيبني لك قصر في الجنة. وتاني عادة صديقي إنك تقرأ سورة الكهف كل جمعة، ولو قرأت سورة الكهف في كل جمعة ربنا عز وجل هينور لك أيامك اللي ما بين الجمعتين. وتالت عادة صديقي إنك تحفظ 10 آيات من سورة الكهف، ده لأن لو أنت حفظت 10 آيات من سورة الكهف ربنا عز وجل هيحميك من فتنة المسيح الدجال. ورابع عادة يا صديقي انك تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، لان ليها فايدة كبيرة جدا ليك وللي حواليك. وخامس عادة صديقي انك تقرأ سورة الكافرون قبل ما تنام، لان سورة الكافرون هتبرئك من الشرك بالله عز وجل. وسادس عادة صديقي والاخيرة انك تقول يوميا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة في اليوم، فساعتها ربنا عز